السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بصوا بقى، النهارده هنعمل صينية فراخ في الفرن. ماشي يا حبايب قلبي؟ بصوا بقى عشان انا مطولش عليكم الفيديو. عملت ايه؟ بص، جبت حوالي 3 طماطمات وبصلتين كبار. ماشي، وضربتهم في الكبة وحطيت بقى ايه، بابريكا، وحطيت توابل 7 بهارات وتوابل فراخ. ماشي، وحطيت الملح طبعا، وحطيت فلفل كوبي بردك. كل ده كده ايه، 3 4 قرون بردك ضربتهم في الكبه. ماشي يا حبايبي؟ بس فاضل ايه، وعصير ليمونتين. وبقى فاضل الزيت يا حبايب قلبي. نحط حبه زيت كده. بس انا قلت بقى ايه كده، عشان جالي تعليق بيقولوا لي ان انت ايه بتطولي في الفيديو، يعني ممكن الفيديو يخلص في 5 دقايق. انا التتبيله دي عملتها كذا مره، فانا قلت بقى ايه اعملها معاكم النهارده. بصوا يا حبايبي، دي وراك واجنحه. ماشي، هنسمي الله كده. نحط حبه من التوابل دي كده في الصينيه. انا قطعه، بصوا يا حبايب قلبي، الورك على 2. طبعا الفراخ نقعاها في المحلول بتاعها، دقيق وليمون وخل. سبتها كده حوالي ساعه. عايزاكم كده يا حبايب قلبي تصلوا على النبي، واللي ما اشتركش في القناه كده ايه شرفني بالاشتراك. التتبيله بقى دي بصوا تحفه تحفه تحفه، بيدي طعم للفراخ. بص الوركه قد ايه، يعني انا جايبه الوركين لوحديهم عاملين كيلو و350 جرام، الوراك كبيره. عايزاكم كده بقى يا حبايبي، اللي ما اشتركش كده في القناه كده يشرفني بالاشتراك، وتدوسوا على الكل، وتدوسوا كده على اللايك. اهم حاجه اللايك يا حبايبي. عايزين كده ندعو لاخواتنا كده في فلسطين وغزه كده، يا رب كده يزيح عنهم الغمه يا رب، وينصرهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عايز المايه دي. هنسيبها كده حبايبي شويه كده تشرب بس من التتبيله بتاعتها، وبعد كده بقى ايه هندخلها الفرن. ننزل بكل الكلام ده بقى كده 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 كده. التتبيله بقى دي بتبقى بصوا صوص تحفه. هنعمل بقى صينيه الفراخ دي كده يا حبايبي، ومعاها مكرونه. مكرونه اللي هي ايه، البني دي كده. كده يا حبايبي تسبيكه المكرونه اهي قربت تتسبك. وهنا الميه بتاعت
المكرونه بس مستنياها تغلي يا حبايب قلبي. انا مش عايزه بس اطول عليكم الفيديو. هنزل كده يا حبايب قلبي بكيس مكرونه الفراخ كده في الفرن اهي قربت تستوى. عايزاكم بقى بالله عليكم يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يتفضل يشترك، وتدوسوا على الكل وتدوسوا على الجرس عشان كل حاجه بعملها ان شاء الله توصل. نشوف كده بقى يا حبايب قلبي، بس كده هتحتاج صلصه تاني عشان ما تبقاش الصلصه بتاعتها كتير. كده 100 كده. بصوا غرقانه الصوص بتاعها. انا كده مطلعاها المكرونه يعني ايه 3/4 سوا. دي الصلصه بقى كده، دي ياما شلتها تنفع بقى. انتوا عارفين الطماطم غاليه يا حبايب قلبي. كده تمام قوي. بصوا كده يا حبايب قلبي، دي صينيه البطاطس، صينيه الفراخ، عشان كان جوزي النهارده عايز ياكل بطاطس، فانا عملت بقى ايه صينيه فراخ بس كده ايه في الفرن ماشي، مع طبق المكرونه الجميل ده. بصوا المكرونه تحفه تحفه تحفه. يلا يا حبايب قلبي اتفضلوا معانا. ده كده بقى ايه شكل غدانا النهارده. ربنا كده يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. عايزاكم بالله عليكم اللي ما اشتركش في القناه يتفضل كده ايه يشرفني بالاشتراك، ويدوس على الكل ويدوس على الجرس عشان كل حاجه ان شاء الله توصل لكم. يلا يا حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.